مرحبا اصدقائي ومرحبا بالطلبه ديال التكوين المهني، وايضا ما نساوش الطلبه ديال الجامعه. اي شخص مقبل على ستاج، اخطاء خاصك تجنبها في لو ستاج، خصوصا لي ستاجير الجدد. بسبب هاد الاخطاء لي زونتربريز ما كيقبلوش لي ستاجير، فكاينين مجموعه من الامور اللي كتخلي الشركات انهم ما يقبلوش لي ستاجير، خصوصا لي ستاجير الجدد. داكشي علاش خاصكم تردوا البال هاد الاخطاء وتجنبوه. فما تنساوش انكم ديروا لينا لايك، ولا كانت اي كيسيون خليونا في لي كومونتير، وعلى بركه الله نبداو لا فيديو. ومن بين هاد الاخطاء هادو هو اضاعه الوقت. كما كتعرفوا الشركه الهدف ديالها تحقيق البينيفيس، والموظفين عندهم مهام وواجبات خاصهم يقوموا بها. داكشي علاش المتدرب او لو ستاجير يقدر يكون مصدر ديال اضاعه الوقت، ما كيلتزمش بالوقت، كيسلت، ما كيقومش بالمهام اللي كيطلب منه الريسبونسابل، او كيكون ما ضابطش الاساسيات ديال الدومين ديالو، وكيكون نسى عليه او كيكون نسى على المعلومات. فكتلقى كل مره خاصهم يشرحوا ليه المعلومات اللي خاص يكون عارفهم. داكشي علاش فلا باز ديال الدومين خاصك تكون عندك عليها معلومات. الامر الثاني اللي خاصكم تجنبوه هو تشتيت الانتباه، انكم تشتتوا الانتباه للموظفين بكثره الهضره او الضحك. فتفاداو كثره الهضره، ما تخليوش ياخذوا عليكم النظره انك تشتت الانتباه للموظفين. كما معروف ان الموظف جيد باش يقوموا بالوظيفه ديالهم وعندهم مهام خاصهم ينفذوها. كما كتعرفوا في التكوين المهني الاساتذه كيخليوكم على خاطركم انكم تهضروا، بحكم انكم شباب فكيخليكم تواصلوا مع بعضياتكم في التكوين المهني خلال الفورماسيون ديالكم. اما بالنسبه للستاج فراه هذوك الناس جايين باش انهم يخدموا، فتجنبوا انكم تكون فيكم كثره الهضره والضحك. والامر الثالث انك تمشي طويل لو ستاج، فضروري ما تدي معاك الادوات الاساسيه، بيسي بورطابل الناس ديال لانفورماتيك لا كونطابيليتي. وبالنسبه للناس ديال الباتيمون يديو الكاسك ديالهم والصباط ديالهم، حيت دوك الدومين فيه الريسك، ممكن تطيح عليك شي حاجه. مع كتكونوا خدامين في الشانتي تقدر تطيح عليكم شي حاجه لا قدر الله، فكيكون الخطر. داكشي علاش كتلبسوا الملابس اللي مناسبه لداك الدومين. وايضا بالنسبه للناس ديال الالكتريسيتي يديو معاهم الادوات باش كيعبروا، فكل واحد والدومين ديالو كيدي داكشي اللي غادي يستعمل في الدومين ديالو. فتجنبوا انكم تمشيو طوال، ضروري ما تدي معاك الاساسيات ديال الدومين ديالك ومذكره كتخلي واحد الصوره انك باغي تستافد وباغي تتعلم. فاي معلومه شفتيها في لو ستاج او جديده عليك كتكتبها في المذكره ديالك. والامر الاخر هو افشاء اسرار العمل. بخصوص هذه النقطه هذه هو التصاور والفيديو. كما كتعرفوا كاين بعض الشباب اللي كياخذوا صور او فيديوهات البلاصه فين كيستاجيو، وبعض المرات كيكونوا فاتحين ليكسيل وكيكونوا المعلومات تاع الزبناء وكيصوروا داكشي، ما كيردوش البال، فراه كيصوروا المعلومات ديال لي كليون، ولا كيكونوا خدامين على شي دوسي وايضا كيصوروا كيديروا فيديو ما كيردوش البال. فراه هادشي راه فيه متابعه قانونيه حيت كتصور المعلومات ديال لي كليون. داكشي علاش فردوا البال لهادشي. بطبيعه الحال ماشي مشكل انك تاخذ صور او فيديو المكان اللي استاجيتي، ولكن خذ موافقه من عند الريسبونسابل، او تفادى انك تصور المعلومات ديال لونتربريز. رد ليهم البال مزيان انكم تصوروا المعلومات ديال الشركه، ما يكونش واحد الاستهزاء بهذا الامر هذا، حيت هذيك البلاصه ديال الخدمه وفيها معلومات. فراه العديد من لي ستاجير كيصوروا وكيلوحوا في مواقع التواصل الاجتماعي، فردوا البال لهذا الامر هذا. ايضا راه ملي كتولي موظف راه كاين واحد البند في الكونطرا، عدم افشاء اسرار الشركه، ايضا عدم المحافظه على ادوات الشركه. فبعض لي ستاجير كيكون فيهم الفضول، كتبان لهم شي اله كيمشيو يحلوا ويسدوا ويخربقوا فيها، كيصدقوا مخسرينها. فراه لي ماشين او الالات ديال الشركه راه كاينه اللي كتسوى الملايين، فردوا البال. الا شفتوا شي اله بغيتوا تطرفوا عليها فسولوا الناس اللي خدامين تما يشرحوا لكم كيفاش كتخدم ولاش كتصلح. ايضا ملي تكونوا خدامين بشي لوجيسيل يقدر يوقع لكم شي مشكل في اللوجيسيل، كاينين بعض لي ستاجير كيبغي يجرب هو اللي يصلح المشكله بلا ما يعيط على الريسبونسابل، وكيصدق مخسر الخدمه ديال ساعات او ايام. بطبيعه الحال تا ستاجير جاي يتعلم، ولكن ما تكونوش متهورين وزاعمين فوق القياس. الا تحطي في شي مشكل عيط للريسبونسابل، وحافظوا على الالات ديال الشركه والحواسيب. فراه دوك الالات راه كيسووا مبالغ ماليه، راه كلفوا الشركه مبالغ ماليه. والامر الاخر اللي كيخلي لي زونتربريز انهم يرفضوا لي ستاجير، خصوصا لي ستاجير الجدد، هو الخوف من السقوط او الجرح او الوفاه لا قدر الله. فكما كتعرفوا كل تخصص كيكون واحد الموديول خاص بالامان والسلامه في الستاج، وكاين المجالات اللي كيكون فيهم الريسك والخطر اكثر من مجالات وتخصصات اخرى، بحال الباتيمون والالكتريسيتي، خصوصا الا كانوا كيستاجيو في الشونتي. فاي صاحب شركه ما كيبغيش انه يطيح في المشاكل والصداع الى تحتي او تجرحتي او وقعت لك شي حاجه. فضروري ما تاخذوا الحيطه والحذر في لوستاج ديالكم، خصوصا الناس ديال التخصصات اللي فيها الريسك. والامر الاخر اللي كيخلي لي زونتربريز انهم يرفضوا لي ستاجير هو تجربه سلبيه مع ستاجير سابق، كيكون ديجا دات عندهم شي ستاجير، يا كيكون سرق او
افشاء الاسرار ديال الشركه او كيضيع لهم الوقت وغيرها من الامور. فهذه كل اسباب كتخلي لونتربريز ما تقبلش لي ستاجير، خصوصا لي ستاجير اللي كيكونوا اول ستاج ليهم في المسار المهني ديالهم. فضروري ما تخلي بلاصتك زوينه، سواء دوزتي ستاج ديالك مزيان ولا دوزتيه خايب مع دوك الناس، فضروري خلي بلاصتك زوينه للناس اللي هتجي من بعدك. والامر الاخير بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الانستغرام، ممنوعه خلال فتره الستاج ديالكم. خاصك تخلي حتى الاستراحه ديالك وديك الساعه فتح التليفون ديالك، ماشي مع الدخله كتفتح الفيسبوك ولا الانستغرام ولا كتبدا تصور. فالستاج مكان ديال الخدمه، ودوك الموظفين جاو على قبل انهم يدخلوا فلوس وعندهم مسؤوليه وجايين يخدموا. فانت يخلي البصمه ديالك في الشركه وصوره ايجابيه وانك جدي وباغي تخدم. خاصك تبين لهم على النيه ديالك انك باغي تخدم معاهم، باغي تتعلم. فداكشي علاش خاصكم تجنبوا انكم تدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي خلال فتره الستاج ديالكم. ما تبقاش هاز التليفون ديالك باش تخلي واحد الصوره انك جدي وباغي تخدم وباغي تتعلم. وخلي البصمه ديالك في الشركه وصوره ايجابيه. فبطبيعه الحال داك الستاج يقدر يتحول لوظيفه غير من خلال التصرفات ديالك. وبالتوفيق للجميع، وكنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش انكم تبارطاجيو معنا التجارب ديالكم مع الستاج باش يشوفوا هاد ستاجير اخرين ويستافدوا حتى هما. وايضا الا كانوا كيبان لكم شي اخطاء اخرى كيديروها لي ستاجير فخليوها في التعليق باش تحمل فائده. ومع السلامه، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.